السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير خير. فيديو جديد ونصيحة جديدة لكل عروسة، والنهاردة هنتكلم مع بعض في فيديو النهاردة عن أطقم القهوة والشاي اللي العروسة بتجيبها. طبعا معانا كده في الفيديو هنبدأ بكام طقم كده قهوة وطقم شاي كده، أحدث موديلات نازلة ومن أحلى الأشكال اللي موجودة في السوق، وهنقول النهاردة أسعار، وهنقول للعروسة المفروض تجيب كميات قد ايه من القهوة والشاي. النهارده هوريكم كده كام طقم كده، حاجات بسيطة بس كأن انا بعرفكم العروسة بتجيب ايه، عشان في عرايس كتير بتسألني العروسة بتجيب كام طقم قهوة وكام طقم شاي. عايزة اقول لكم في ظل الاسعار اللي احنا فيها المفروض العروسة تجيب اللي هي هتستخدمه. يا جماعة بلاش نجيب ونركن زي ما في ناس كتير بشوفها بتجيب كميات رهيبة وبتركن. لا، احنا دلوقتي في الوقت الحالي لا، احنا نجيب اللي احنا هنستخدمه بس. معانا اطقم شاي زي اللي انتوا شايفينها معانا كده، بتبقى معاها الصينية زي الاولاني اللي كان في اول الفيديو. بيبقى صينية بورسلين ومعاها 4 مجات بالشكل ده مستورد اهو، صنع في بنجلاديش. بصوا من احلى الحاجات اللي في السوق في الصيني. صناعة بنجلاديش بصراحة. البراد بتاعه تحفة والشكل بتاعه جميل. وفي برضو الشكل الاولاني اللي انا وريته لكم ده، وفي اشكال تانية، وطبعا السوق مليان اشكال، كل واحدة بقى بتختار اللي هي عايزاه. اللطقم دي عاملة في حدود رينج من 475 ل 575، وفي دلوقتي ب 600 و700 واسعار غريبة. طقم القهوة ده تحفة كده، كل فنجان لون قمر قوي وخامته خطيرة. الطقم ده عامل 300 430 جنيه اسفة. سعره جميل وشكله شيك جدا. ده طقم قهوة. برضو ممكن اي عروسة تجيبه. عايزة اقول لكم يا جماعة دلوقتي المفروض العروسة تجيب ايه. احنا دلوقتي عندنا اطقم قهوة كتير بيبقى استخدامها بس منظر، زي مثلا الطقم اللي قدامنا ده. بصراحة الفنجان بتاعه والطبق حلوين جدا جدا وحجمهم عملي قوي قوي في القهوة. تحفة. او القهوة الفرنساوي تحفة، بس معاه براد. يعني البراد ده بصراحة ملوش استخدام، هو منظر بس كشكل، انما هو ملوش استخدام قوي. او ممكن تعملي انت فيه شاي على النار، لو عندك كوبايتين شاي كده ياخد كوبايتين شاي. وده طبعا الحاجات دي كلها البورسلين بتستخدم على النار بس بتحط تحتها شياطة. ومعاه نطقم القهوة العادية كده، الاستكانة دي شكلها حلو جدا جدا، ده بيتحط في ظرفة النيش عادي لو انت مش عايزة تحطي حاجة على حامل بالشكل ده. ومعانا طبعا الناس كلها دلوقتي بتحب طقم القهوة اللي على ستاند. الطقم ده معانا عامل في حدود 350 جنيه، حلو جدا وعملي بصراحة. وده شكل تاني من المجات برضو، ده عامل 320 جنيه، حلو جدا جدا والوان المجات تحفة قوي. وبرضو ده يعني ينفع معانا بدل طقم الشاي، يعني احنا ممكن ما نجيبش طقم الشاي ونجيب طقم مجات. ده مجات وده مجات لو انتي مش عايزة البراد والصينية. يعني يا جماعة يا ريت يا ريت تفكروا في الحاجة اللي انتوا هتستخدموها. دي بقى اطقم المجات برضو حلوة قوي. الاطقم دي ده طقم مجات كده كبير 6 مج، ده تقريبا عامل 270 جنيه، حلو جدا جدا. اشكاله هي موجودة، والحجم الصغير منه بيبقى اقل تقريبا عامل 245. وطبعا في منه كمان بدل الستات اربعات حجم كبير بالشكل ده، بيبقى سعره برضو كويس جدا. ومعانا بقى اطقم القهوة العادية دي اللي هي من غير ستاند، حلوة قوي وقمر للناس اللي ما بيحبوش يرصصوا حاجات كتير على المطبخ وبيحبوا يجيبوا حاجات كتير في ستاند. دي حلوة جدا وعملية وشكلها قمر واسعارها تحفة، كلها في رينج ال 300 350. شوفوا الطقم ده حلو جدا جدا، فتحي محمود خطير. حلو قوي وشكله شيك وجميل قوي. فانا بنصح اي بنت انها تشوف يعني هي هتستخدم ايه وتجيب الحاجه اللي هتستخدمها. معانا طقم القهوه ده حلو قوي قوي، ومعاه الكنكه بتاعته قمر، بتبقى حلوه بتستخدم على النار. برضو بتحطي تحتها شياطه، وعملي برضو ان الكنكه بتاعته هتستخدميها. ومعانا طقم الاستكانات القمر ده برضو من يعني اللطقم دي من احلى اللطقم اللي نازله جديد، ده سعره 375. شكله حلو جدا يا جماعه. انا بحب اقول قدامكم على الاسعار عشان انتوا تعرفوا رينج الاسعار في السوق ماشيه ازاي. على فكره كمان دي اسعار قديمه، انا ممكن تلاقوا كمان محلات عندها نفس الحاجه دي باسعار اعلى، بس انا بقول لكم الرنجات هتبقى من كده، ممكن تعلى حاجه بسيطه عن كده. شايفين الجمال. وعايزه اقول لكم بلاش تركنوا كتير على الستاند بتاع المطبخ. بيبقى حاجات ملهاش لازمه وبتلم تراب. هاتي الحاجات اللي انت هتستخدميها، يعني كفايه طقم قهوه زي كده للضيوف، او هتحطيه على الستاند، او هتحطيه في المطبخ في ظرفه المطبخ. وكفايه طقمين قهوه برضو. كوبايات بقى ازاز اللي هي العاديه اللي هتحطيها في ظرفه المطبخ العاديه. بلاش تكتري وتجيبي حاجه ملهاش لازمه. وربنا يا رب يفرحنا بكل عريسنا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم احلى لايك، وان شاء الله تقابلكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.